لم يدخل في سجالات إعلامية ولم ينجرف خلف الضجيج. بينما كانت التصريحات تتطاير من هنا وهناك، كان هو يشتغل بهدوء، يجمع المعطيات، يبني ملفا قانونيا محكما، ويتحرك بثقة داخل دواليب القرار. كان يعرف أن مثل هذه اللحظات لا تحسم بالصوت العالي، بل بالدقة والذكاء والصبر. كل خطوة كانت محسوبة، وكل تفصيل كان له وزنه. ثم جاء القرار الذي أنهى كل شيء دفعة واحدة. إعلان رسمي بخسارة السنغال بالانسحاب، واعتماد النتيجة 3-0 لصالح المغرب. لم يكن مجرد حكم إداري، بل إعلان صريح بأن القوانين فوق الجميع، وأن أي خروج عن روح المنافسة له ثمن واضح. في تلك اللحظة تحولت الصدمة إلى واقع، والجدل إلى حقيقة محسومة.